السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكل متتبعي قناتي، نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال. فيديو اليوم والأول مرة على قناتي بغيت نشارك معكم مشترياتي بدون جلوتين، واللي هاد المرة اختاريتها بشكل خاص لأنه حاليا متبعة حمية لإنقاص الوزن، فأنا اختاريت منتجات اللي غادي تصلح ليا في هذا الرجيم. نبداو هنايا. عندي الشوفان، فهو عنده فوائد عديده ومن بينها انه كيحسن عمليه الايض في الجسم لاحتوائه على فيتامين بي، فكيخليك تحس بالشبع لمده طويله. فانا كنعتمد عليه في مثلا كنصايب منه الخبز او لي كيك ولا بعض الحلويات. وهنا عندي دقيق الحنطة السوداء، فهو عنده فوائد عديدة حتى هو. فكنحضر منه الخبز، نقدر يعني ملي كنحضر الخبز كنستعمل بزاف ديال الانواع ديال الدقيق، من بينهم دقيق الحنطة السوداء. نقدر نستعملوه حتى في لي كيك ولا في الحلويات، يعني كنضيف منهم ملعقة اولا ملعقتين. وهنا عندي هاد المقرمشات هادو، يعني بحال الكورن فليكس، كنتناولهم مع الحليب اولا مع الجبن بدون سكر، حتى هما راه بدون سكر. يعني اللي كيبغي شي حاجه تقريبا بحال يحلي بها اولا تكون مقرمشه للفطور. وهنا عندي الحبوب الكينوا، يعني كتبغيو تستعملوها اما في لي سالاد اولا ديروها في الكسكس، اولا تقدروا تطحنوه ديروا منه ديروه الخبز، اولا تطحنوه. يعني انا كنطحنو كناخذ منه الدقيق كنستعملوه في الخبز، اولا نقدر نستعمل كيف قلت كاع انواع الدقيق كنقدر نستعملهم في لي كيك. يعني ناخذ منهم واحد المعلقه باش نستافد من الفوائد اللي فيهم، وناخذ داك السميد اللي نتحصل عليه ملي كنغربلو كنستعمل منه الكسكس. هنا عندي دقيق السرغو، حتى هو كنستعملوه في الخبز ونقدر نضيفوه في الكيك، ولا كنستعمل نضيفو ايضا في السميد باش نستعمل منه الكسكس. وعندي حتى حبوب الا انا غير هنا نسيت نحطهم مع هاد المشتريات، حتى هما نفس الشيء كنستعمل منهم في الخبز وكنستعمل منهم في الكسكس. وهادو حبوب الشيا، حتى هما مفيدين بزاف في الدايت، فكيخليوك تحس بالشبع لمده طويله. فانا كنضيفهم في الياغورت ولا في الحليب مع قطع ديال الفواكه، كيجيو رائعين جدا. هذا الكاكاو المر بدون سكر، نستعملوه في الكيك وفي الحلويات ايضا. وهادو الزرع باش نزين بهم الخبز، تعطيو واحد الزين زوين، واحد المنظر زوين، وكيجيو كيعطيو واحد القرمشه للخبز. وهادو حبيبات شوكولا هادو شوكولا نوار، يعني بدون سكر، باش نستعملوهم لي كيك والحلويات ونبقاو يعني في الدايت ديالنا. هذا عندي دقيق النبق، فحتى هو مزيان بزاف للامعاء، فيه فوائد عديده، نقدر نستعملوا منه الخبز اولا نشربوه مع الماء، فمفيد كيف قلت للامعاء. كنت بغيت ناخذ حتى الدقيق ديال الخروب ولكن ما لقيتوش، حتى المره الجايه ان شاء الله. وهذا كوكيز خديته حيت هو اللي لقيته بدون سكر، هاد الكوكيز اصلا كيعجبني، هاد نوعيه الكوكيز كيعجبني. فهو كاتبين هنايا فيه بدون سكر. وعندي لي بات هاد النوعيه هادي ديال هاد لا مارك كيعجبوني، فيهم هاد المقارونيه هنا سباكيتي، وكاين ديك الشعريه رقيقه اللي كنستعملوها للسفه. كاينين ايضا لي فيس هما صورتهمش هنايا عندي، فكناخذهم مره مره وبكميه قليله على حساب الدايت اللي عندي باش ما نكونش خارجه على النظام. خديت ايضا قشور السيليوم، حتى هما كيساهموا في الاحساس بالشبع، يعني مفيدين في الريجيم، مزيانين لهذا الريجيم، وعندهم فوائد عديده راه تلقاوهم تما كاتبينهم في الجنب. خديت هنا اللوز، بغيت نصايب منه حليب اللوز، نستعمل منه حتى الحلويات واللي كيك، وحتى الخبز نقدر نستعملوا منه الخبز. وعندي هنا الكاكاو، بغيت نصايب منه زبده الفول السوداني، حتى هو نقدروا من ديك زبده الفول السوداني نستعملوا حلويات وكيك ولا الخبز. هنايا عندي الحمص، حتى هو نقدروا نستعملوا منه الخبز البروتيني، فمزيان بزاف للدايت. غادي تشوفوه ان شاء الله الوصفه ديال الخبز في الفيديوهات المقبله. نفس الشيء بالنسبه للعدس الاحمر، نستعملوا منه حتى هو الخبز البروتيني اللي صالح للدايت، كيجي زوين، كيجي رائع، والاهم انه كيشبع وصالح للدايت.
هادو هما مشترياتي، غادي نصايب منهم بزاف ديال الوصفات اللي غادي نشارك معكم. ولا بغيتو تعرفوا اكثر على الريجيم اللي متبعه خليو لي تعاليقكم، لانه هذا احسن ريجيم تبعت الصراحه ولا سمعت عنه. فاللي عنده مشكل ديال زياده الوزن وبغى ينقص يخلي لي التعليق ديالو ان شاء الله. غادي ندير لكم فيديوهات اخرين اللي نهضر لكم على هذا الريجيم هذا وشنو يمكن لكم تناولوا فيه. وما نطولش عليكم في هذا الفيديو. شكرا لكم على المشاهده والى اللقاء.